السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو مقدم إلى دعايات مواهب هادفة، معلمة لغة عربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية. سوف أتحدث عن درس من دروس النحو، ألا وهي الحروف الناسخة إن وأخواتها. ما هي أخوات إن؟ أن، ولكن، وكأن، ولعل، وليت. إن وأن للتوكيد، لكن للاستدراك، كأن بوضع الهمز على الألف للتشبيه، لعل للترجي، وليت للتمني. هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية، معنى كده إنها ما بتدخلش على الجمل الفعلية. أول سؤال، ما المقصود بالناسخة؟ قبل ما أجاوب على السؤال ده محتاجة أن أنا ألقي نظرة على هذه الجمل. أبص ألاقيها الثلاثة جمل اسمية. الجملة الأولى، الولد مهذب. الولد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه مفرد، ومهذب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه مفرد. اللصان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومذنبان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. المريضات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه جمع مؤنث، ونايمات خبر مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضم لأنه جمع مؤنث. فهذه جمل اسمية. عند دخول إن أو إحدى أخواتها فإن مسماها يتغير من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع إلى اسم إن منصوب وخبر إن مرفوع. إن الولد مهذب، هقول إن الولد مهذب، فكلمة الولد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح، وكلمة مهذب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم. اللصان مذنبان، عندما أدخلت لكن أصبحت اللصين مذنبان، لكن اللصين مذنبان، فاللصين اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الياء، ومذنبان خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. المريضات نائمات، عندما أدخلت لعل أصبحت لعل المريضات نائمات، فكلمة المريضات اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الكسر لأن جمع المؤنث ينصب بالكسر، ونائمات خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. كنت سألت سؤال في الأول وما جاوبتش عليه. أول سؤال اللي هو ما المقصود بالناسخة، أو لماذا سميت بالناسخة؟ سميت بالناسخة لأنها تغير العلامة الإعرابية لاسمها، بدل ما كان مبتدأ مرفوع أصبح اسم إن منصوب. يعني كلمة الولد هنا كانت مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، عندما أدخلت إن الناسخة عليه أصبح كلمة الولد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح. كلمة اللصان كانت مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، عندما أدخلت لكن أصبح كلمة اللصين اسم لكن منصوب علامة نصبه الياء. عندي ملحوظتين. الملحوظة الأولى، إذا اتصل بإن وأخواتها ضمير يعرب الضمير اسمها، زي الجملة اللي معايا دي، إنه الحق. تسألني وتقول لي فين الاسم إن وخبر إن؟ هقول لك إن اسم إن هو الضمير المتصل بإن، فالهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، وكلمة الحق خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم. الملحوظة الثانية، إذا اتصل بإن وأخواتها ما الزائدة يبطل عملها، مثل إنما المؤمنون إخوة، فهنا إن دخل عليها ما الزائدة فأبطل عملها، فأصبحت كلمة المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر، وكلمة أخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه جمع تكسير. ملحوظة مهمة جدا تبين أنا فاهم ولا لأ،
ليحب الولد أن يلعب بالكرة. يقول لي اعرب. يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. أين الفاعل؟ الفاعل اللي هو الولد، لأن أنا بسأل عن الفاعل بكلمة هو مين؟ هو مين اللي بيحب؟ كلمة الولد، فالولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. أن هنا ما أقدرش أقول إنها حرف ناسخ إلا لما أبص على اللي بعدها فعل وليست اسم، ففي الحالة دي هعرب كلمة يلعب فعل مضارع منصوب. ليه؟ منصوب لأنه سبق بأداة من أدوات النصب بالفعل المضارع. هنا أن ليست حرف ناسخ، وإنما أن هنا أداة نصب من أدوات نصب الفعل المضارع، فيلعب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح. أن يلعبان. مين اللي هيلعب؟ الولد. الباء حرف جر والقرى اسم مجرور وعلامة جره الكسر.